عاملين ايه؟ النهارده هنعمل العيش الشامي او العيش الابيض او عيش الطاسه. الكميه دي كلها بنص كيلو من الدقيق، طري وجميل جدا جدا جدا. هنشوف هنعمله ازاي مع بعض. شايفين بيتفتح ازاي معايا بكل سهوله. وكمان هنعمل المسبحة او سلطة الحمص او صوص الحمص. هنعمله بطريقة حلوة قوي 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 وسهلة، في نص دقيقة بالظبط هتحضريه. تمام. لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي اسراء. لو لسه ما عملتوش لايك واشتراك ومتابعة، يلا اعمله بسرعة. وهنبدأ اول حاجة في العيش معايا. جبت باكت من الخميرة، وكمان جبت معلقتين كبار من السكر، وكوباية من المية الدافية، وركنتهم على جنب. بعد كده هنا في الميكسر حطيت نص كيلو من الدقيق، او 3 كوبايات ونص. بعد كده حطيت نص معلقة صغيرة من الملح. وادي الخميرة هي شايفين حجمها بقى عامل ازاي وتفاعلت. هبدأ ان انا احطها كلها. دي كده مش كمية المية كلها، لسه هياخد مية تاني. اهو هبتدي ان انا ازود كده شوية شوية لحد ما العجينة تلم معايا. انا مش عايزة عجينة ناشفة او جافة، انا عايزة العجينة تبقى طرية ومطاطية معايا قوي عشان الحاجة معايا تطلع. العيش في الاخر يطلع طري، ما يبقاش ناشف معايا او كده. شايفين ملمس العجينة هي بتلزق؟ شايفين بتلزق ازاي في الايد؟ هنرشلها دقيقة عادي، مفيش اي مشكلة. بس في نفس الوقت انا مش عايزاها تبقى ناشفة. شايفين اهو لميتها بكل سهولة وبعدين سبتها خمرت. هي كان حجمها اكبر من كده، بس الكيس اللي كان عليها كان لازق فيها. ف فشت شوية. بعد كده هرش بقى شوية من الدقيق بعد ما طلعتها كده من الطبق، وهبتدي ان انا اعملها رول. وبعد كده اقطعها ل 15 كورة متساوية، او ممكن نوزنها على الميزان 60 ل65 جرام. هيبقى الرغيف ممتاز جدا وحجمه كويس قوي. هبدأ ان انا اكورها كده واعملها كويرات بالطريقة دي كده اهو زي ما انتم شايفين. وهبتدي ارصها واغطيها على صينية، وطبعا هيكون من تحتها دي. بعد كده هرجع اخد اول كورة تاني بعد ما اخلص طبعا كل الكور عندي. اخد اول واحدة عملتها وابتدي ان انا افردها، بتتفرد بايدي هي بكل سهولة. وهاجي كمان بالنشابة افضل افرد كده يمين وشمال بشكل دائري، بحيث ان انا ما بوظش شكلها. وفي نفس الوقت مش عايزين نضغط عليها قوي. بنضغط بنفردها بالنشابة بس، مش بنضغط عليها قوي، مش بنكتمها، لا اللي هو على الهامش كده، بحيث ان هي ما تتكتمش معايا عشان تاخد راحتها في التخمير. اهو انا كده ركنت اول رغيف هناك كده، بحيث ان هو يرتاح قبل ما ابدا ان انا احطه في الطاسة عندي. اهو عملت تاني رغيف، وهنكرر طبعا العملية لحد ما نخلص جميع الكور اللي عندنا بالشكل دوت. وانا اوريكم برضو السمك بتاعه، ولا تخين ولا رفيع، عشان لو رفيع هيبقى ناشف وعامل زي الورق، ولو تخين هيبقى مكتوم، فلا خلوها وسط. هبتدي كده على نار متوسطة. حطيت عندي طاسة على النار وحطيت فيه العجينة. اول ما تتشمع من تحت، احس ان هي يا دوبك اتجمعت، اهز الطاسه اسمع صوتها واقوم قلبها. مش شرط تتحمر لان احنا هنقلبها كذا مره، هي مش هتتنفخ كده من اول مره، هنقلبها قلبتين تلاتة وبعد كده هتبتدي ان هي تتنفخ. شايفين اهو كده بالشكل دوت. هبدا ان انا افضل اقلب فيها بحيث ان الحراره توصلها من جميع الجوانب بالشكل دوت كده. وبدوس على الحتت اللي مش منفوخة، وكمان لو حتة منفوخة وحتة جنبها لا، اقوم دايسة على المنفوخة بحيث ان هي تدي هوا للي جنبها او البخار يتوزع. وخلوا بالكم وانتوا بتقلبوا عشان لو الرغيف اتخرم معاكم مش هيتنفخ. تمام. فخلوا بالكم وانتوا بتقلبوه ما يتخرمش او ما يتفتحش. اهو بالشكل دوت كده. شايفين بدوس عليه اهوت بكل سهولة. شكله تحفة وطعمه رائع وريحته جميلة جدا جدا. ويا جماعة بجد راحة نفسية والله العظيم واحنا بنعمل الحاجة دي في البيت بايدينا. بعد كده هنعمل مع بعض بقى المسبحة عشان نكمل بقية
الاكلة. هنعمل معايا هنا حوالي 125 جرام من الحمص المسلوق، تمام. ومعايا 3 ليمونات كبار، وكمان فصين كبار من التوم، او ممكن فص واحد توم على حسب الرغبة، ومعلقة ونص من الملح، وكمان معلقة صغيرة من الكمون. ومعايا هنا حوالي معلقتين كبار من الطحينة، وهحط زيت على حسب ما توصل معايا للقوام اللي انتوا شايفينه دوت. اهو شايفين القوام بتاعها عامل ازاي. بجد انا دقت المسبحة دي في مطاعم كتير، او سلطة الحمص دي عمري ما دقتها بالجمال دوت. جربوها وان شاء الله تعجبكم.